كل أهل العطاء والمن. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة على من أسلفنا الصالحون وعلى من وحبيبنا الهبشي وعلى من صاحب أهدى المقام الجد عبد الله ثم وعلى من أسلفنا الصالحين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرار. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد على الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعلى السخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب عشا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعلى للنبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أفضل الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه على مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. صلى الله تعلقت عليه إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه، ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من والاه، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. فسبحان وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم. بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل
صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. أثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سن ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر اللهم صل عليه. وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتضوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكرى نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تألقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبتت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانبلق البيضة التصوير في العالم الممتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال الممتلك والحزن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بمن قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصناب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حيا
يرى الأبكار نوره وبار فتعلق همة الراقب لهذه الحروب بأن يرقب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لن تفي بعشم عشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أنزل إلى تدوين ما هبط من ششب المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رآيته في الكون منشورة على مر الأيام الشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلن في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله وأجمل منك لم ترى قط عين وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ربي له الأسماء الحسنى تسامي له الأكوان. ربي له الأسماء الحسنى تسامي له الأكوان. إليه يرجع كل أمر كل الزمان وكل مكان. ربي له الأسماء الحسنى تسامي له الأكوان. ربي له الأسماء الحسنى تسامي له الأكوان. إليه يرجع كل أمر كل الزمان وكل مكان. إذا دعوت فادعوا الإله إن استجرت فلو بالله. إذا دعوت فادعوا الإله وإن استجرت فلو بالله. ما لنا مولى سواه كريم ورحمن. ربي له الأسماء الحسنى تسامي له
له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل الزمان وكل مكان إذا دعوت فادعوا الإله إن استجرت فادعوا بالله إذا دعوت فادعوا الإله وإن استجرت فادعوا بالله ما لنا مولى سواه رب كريم ورحمن ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل الزمان وكل مكان اتق الله وله اصبر فالصبر في العقبى حميد اتق الله وله اصبر فالصبر في العقبى حميد وتزود علما وبيانا من السنة والقرآن ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل الزمان وكل مكان شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول بقدومه نلنا القبول سبحان من قد أعطانا بقدومه نلنا القبول سبحان من قد أعطانا شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر به نلنا الهدى وبه جعل عنا الردى شهر به نلنا الهدى وبه جعل عنا الردى بقدومه لما بدا من كل خد نجنا بقدومه لما بدا من كل خد نجنا شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر
صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفة هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابه القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه. تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين صلى الله عليه. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أغشاؤها
بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين غرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب. أمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تأي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقدرتك شفت كناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. على من أتم الله عليه النعمة. صلى الله عليه. أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباط الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله عليه. من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. Hadiraki Rasulullah, pakarong ke Rasulullah sampean mancing karena Rasulullah hadir. Pakarong pak hadir pak khusyuk dalam hati. Asyara nubtiha janabi wujud dil Mustafa Ahmad wali ahli al-kauni unsun Rasulullah. سلام عليك
يا رسول الله فقابل حسني ذا فراد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفاد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العالم إذ حبانا بوجود مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين عيني مرحبا مرحبا جد الحسين واهدينا نهجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جواره خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا الله تغشى أشرف الرسل محمد صلوا عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد ولا الموائد ولا درينا عيش علة إنما العلة قائمة وهي خبث المدأم مع حاد خاف الوقوع في الحرام
غمضوا أي تساهلوا الناس في إنعاد الموئدة فتؤثر في القلوب والمدعوم حرام. الله يجنبنا الحرام حيثما كنا وعند من كنا ويحول بيننا وبين أهله. كانوا أهلنا طريقتهم طلب الحلال والورع. احذروا يا إخواني من أكل الحرام. قال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. Al-Habib Ali beliau berkata hari Senin 24 Muharram tahun 1324 Hijriah, hati-hati ini wahai saudaraku, hati kita ini wahai saudaraku kosot, hati kita ini telah keras, tidak ada sedikit pun nasihat yang nasihat Al-Quran yang membekas dalam hati kita. Tidak ada sedikit pun mau'idhah yang membekas di dalam hati kita. Sedangkan kita tidak tahu apa penyebabnya. Penyebabnya dua. Khubsul mad'am, jeleknya makanan, dan sering melakukan hal-hal yang haram. Di mana manusia akhir zaman ini yang takut sama haram? Tidak ada. Tasahalun nas, manusia menggampangkan dari hal-hal yang haram. Mau dari mana nasihat bisa masuk kepada kita? Kita ini mendengar ceramah sedino satu minggu mungkin 3 kali. Cuma tidak ada nasihat yang bisa membekas dari hati kita. Kenapa? Karena kita melakukan dari hal-hal yang haram. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari makanan yang haram. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari keluarga kita melakukan hal-hal yang haram. Dulu keluarga-keluarga kita, katanya Habib Al-Habsyi, dulu keluarga-keluarga kita jalannya mereka jalan yang halal dan yang warok. Jalannya mereka jalan yang halal dan jalan yang warok. Hati-hati wahai saudaraku, seseorang yang makan makanan yang haram, maka dia akan lebih pantas neraka baginya. Imam Abu Hanifah itu saking waroknya, Pak. Imam Abu Hanifah saking waroknya, ada orang punya utang sama Imam Abu Hanifah. Ketika itu hujan, Imam Abu Hanifah nyiup, orang ini nyiup di rumahnya orang yang punya utang ini. Dia langsung punya hati. Yang melakukan halal dianggap lambat, orang yang melakukan halal dianggap ketinggalan zaman. Sedangkan orang tua kita dulu sangat menjaga dari makanan yang haram. Ulo takon kali panjenengan, ono sing ndak luput teko khubsul maktam. Riba, semua sudah melakukan riba. Dari seluruh dunia ini mana yang tidak lepas dari riba? Dari seluruh dunia ini mana yang tidak lepas dari haram? Duit yayasan dicolong, duit pondok dicolong, uang pondok dicolong. Mana yang tidak lepas dari haram? Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin Allah. Yang teliti, oh ini halal, ini haram. Yang teliti, ada uang uangnya anak yatim, pisahkan. Ada uang anak pondok, pisahkan. Jangan sampai gampang-gampang memakan dari uang-uang yang haram. Insya Allah manfaat ya. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari seluruh yang haram. Mudah-mudahan Allah menjauhkan keluarga kita dari seluruh yang haram. Amin Allahumma amin. Rabbi anfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat min fitni. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجه بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرا، وعلى باب سده